عاللسان زوجة ابو حميد تقول ابو احمد انا يا ما يا انا اي بحرايا حرايا يبجال الليل لا يا ما صورة ابو حميد الصورة صورة زفتك شفناها بالعين بالعاية يا ما خويا بالعين والهزامة الحنة الحمرا بهاي اليدي عاللسان عاللسان الأحبة وراها بسرعة شيعاك يا بعد قلبي يا ابن امي يا ابن امي ولا ماك وراها بسرعة شيعاك حرامات بجثة لفوق لبست هدوم عرسك مرة ما يا مرتين يا ابن امي يا ابن ام ابو حميد يا اخوي عاللسان الوالده تقول له جرحك ما ذل يا وليدي يا وليدي جرحك ما ذل ينزف منين اخته تقول له شنو بتابوت نايم غرفتك ويابك اقعد قعدتك بيش ولك خويا رايح للنجف ليش عليك بكل شي لا تروح خذ من روح لك روح نعيش بروح مو شرط الا روحين ولك صدام خويا لبست هدوم عرسيك مرة مرتين يا ابن امي يا ابن امي هذول اهل المقابر واللي يدفنون ولك خويا رد المرض مو بيك بيه هذول اهل المقابر واللي يدفنون ولك ما يرضون جايز لليموتون منكم ما يقبلون طبعهم ما يرجعون وين الله وبتراب يطلعك من التراب انا يا مين انا يا مين على لسان الوالده على لسان الاخت تقول انا ليه انا يومين انخاب الحسنين لبست هدوم عرسايك مرة مرتين ولك يا ابن امي شلعت سفاح قلبي يهدى ثواب هذا العمل المتواضع من شقيقة المرحوم أم مصطفى إلى روح المرحوم صدام حصون أبو أحمد ونسألكم الدعاء.